voilà, la société civile, donc, tellement elle est dévouée en Tunisie et principalement à Sfax, elle est responsable et elle est engagée. Donc on considère que la société civile a un rôle très important pour la candidature de Sfax pour 2021, parce que c'est à travers la société civile qu'on va mobiliser les volontaires, qu'on va sensibiliser les citoyens de l'importance de l'organisation, etc. Donc la société civile a déjà fait plusieurs initiatives, ça fait des mois, pour sensibiliser, que ce soit disons, l'opinion publique en Tunisie avant tout, puis pour sensibiliser les pays méditerranéens. Et voilà, maintenant la société civile tellement elle est engagée qu'elle se déplace هذه أول زيارة لنا للجان الأولمبية اللي قررنا الملاقاة بها. اتصلنا باللجنة الأولمبية الفرنسية وفرحوا بنا برشا واستقبلونا استقبال جيد بارك الله فيهم. قابلنا مسؤولين على العلاقات الخارجية والمسؤولة الإدارية لهنا وفرجناها في ليزاكسيون تاع ليزاسوسياسيون اللي خدمتهم بصفاقس ومدى استعداد المجتمع المدني لتفعيل هذا المشروع. والله في الحقيقة اللي هما شافوا انه التظاهرات خاصة التظاهرات اللي كانت كبيرة ياسر فيها 50,000 وكانوا تظاهرات فيها 30,000 والسيمي ماراثون سفاكس باي نايت وماراثون دي زوليفيي في صفاقس شافوها تظاهرات مزيانه قالوا معناها حاجه مزيانه برشا انه المجتمع المدني اليوم في صفاقس وفي تونس بالاساس قاعد يلعب الدور هذايا. فرحوا به شافوا انه المجتمع المدني كتف لكتف مع الدوله انه رافض لعمل الدوله انه هو صمام امان كل المشاريع الكبرى. المجتمع المدني ما ينجم حتى حد اليوم يقسم ينجم حتى حد ينكر انه مش موجود. دونك مع دولتنا نغفل تونسنا وان شاء الله تونس بخير وان شاء الله الشخصيه بالاساس بخير. ان شاء الله توا نمشيو المطار نمشيو لثينا. الحمد لله انه الدبلوماسيه التونسيه غاديك خدمت شويه مش تستقبلنا في المطار خاطر لهنا ممكن ضعنا شويه في المدينه خاطرها كبيره ياسر وتعب شويه. غدوه حي ان شاء الله نقابلوا اللجنه الاولمبيه في اثينا وعندنا اون اكسيون ستريت في قدام اللجنه الاولمبيه في اثينا. بعد اثينا ان شاء الله روما كيف ديما فما تظاهرات معناها في الشوارع العواصم اللي هما في اماكن رمزيه وديما عندنا التنسيق مع السفارات التونسيه باش نلتقيو باللجان الاولمبيه. نحن باش نبينوا لهم مدى استعداد المجتمع المدني ومن جهه وباش نفهموهم باش نوريوهم انه راهو المجتمع المدني راهو رافض للحكومه ورافض للجنه الاولمبيه التونسيه ورافض للبلديه بلديه صفاقس اللي هي ممثل الملف. ان شاء الله هذيك نحن جهدنا وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع وبالله شكر للجاليه التونسيه بالخارج اللي هي عاونتنا برشا برشا هنا وقفت معنا برشا برشا هنا بارك الله فيهم. ان شاء الله كيما لقينا توانسه في باريس ان شاء الله على الدول الاخرى كيف نلقاو الناس اخرين يتفقوا معنا. اليوم نشوف انه الرساله المزيانه لازمها تكون المجتمع المدني المختلف مكونات المجتمع المدني خليونا صف واحد خليونا جنب لجنب نوحدوا الصف باش بنجد نغفل تونس. راهي تونس مستحقة لنا وتونس راهي حاجتها